الإعلام في تونس مازال مريض، لأنه مازال ما عمل طبعا مجهود باش يتطور أداؤه وتطور أداؤه حسب كل المعطيات اللي عندنا، لكن طبعا مازال إخلالات، مازال فما أحيانا يعني عدم حرفية واضح في أداء بعض الزملاء الصحفيين. المطلوب اليوم ربما إطار قانوني واضح يعطي للصحافة، يعطيها ضمانات الحرية والاستقلالية، الإعلام بشكل عام ضمانات الحرية والاستقلالية، لكن أيضا شيء من المسؤولية، لأن يجب نحمي الصحافي والصحافة لكن نحمي أيضا المواطن من أخطاء الصحافة والصحفيين. إذا لازم إطار قانوني واضح، وهذا المرسوم 115 قانون الصحافة الجديد يضمن إلى حد كبير هذا الإطار. ثم مسألة التعديل الذاتي خاصة بالنسبة للسمع البصري، يعني يجب أن تكون هناك هيئة مستقلة مش الحكومة، يجب أن الحكومة لا تتدخل في مجال الإعلام وخاصة في مجال الإعلام السمع البصري. التعديل الذاتي يكون بإحداث هيئة مستقلة متكونة من ناس خبراء يقاطعينهم من طرف هيئات منتخبة، ويكون عندهم الاستقلال التام عن كل المؤسسات، سواء كان السلطة التنفيذية أو حتى على كل المؤثرات الأخرى، وهما في حالة وجود إخلالات أو وجود أخطاء هذه الهيئة التعديلية وسميناها الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري هيكا، هذه العليا لو تحدثها الحكومة ربما تحل مشاكل كبيرة نتاع الإعلام، لأن هي إذا ما فماش حياد، إذا فما أخطاء، إذا ما فماش توازن في أداء، هي اللي تقوم بعملية إيصال اللوم للمؤسسات الإعلامية حتى تصلح نفسها وتعمل تقارير هذا فيها الإخلالات، وبالتالي تساعد أصحاب المؤسسات وتساعد الصحفيين أنهم يصلحوا من أدائهم خاصة بالنسبة للإعلام السمعي البصري. والنقطة الثالثة وهي مهمة أيضا، إذن يلزم الصحفي تكوين الصحفي خدموا 23 سنة تحت منظومة ديكتاتورية تاع بن علي، اليوم عاملين مجهود باش يطوروا أدائهم، لكن واضح أنهم يحتاجوا إلى الرصق له وإعادة التكوين والتعريف ربما بآليات، خاطر نحكيوا على الحيادية وعلى الموضوعية ونحكيوا على المسائل هذه كلها عندها آليات وعندها منهجيات، لازم يطلعوا عليها، لازم يعرف الصحافي لما يدير حوار كيف يكون يعني منصفا لكل الحاضرين. هذه فيها تقنيات وفيها أمور، وبالتالي يلزم تكوين للصحفيين حتى يرفعوا من أدائهم ويوصلوا للمعايير المعمول بها في العالم. يعني احنا مش باش نعاودوا نخلقوا قال راجل شيء جديد، احنا فقط نتعلم من تجارب الآخرين ونتقدم، وهذا كله اللي نحكي لك فيه وغير اللي نحكي لك فيه. المنظومة كاملة نتاع إصلاح الإعلام موجودة في التقرير العام نتاع هيئة إصلاح الإعلام اللي وقع تقديمه يوم الاثنين الفارط، ونتمنى أن الحكومة تتفاعل تفاعل إيجابي مع هذا التقرير، وأن يكون هذا التقرير هو ما هو منطلق لاستشارة حقيقية للأعلام تكون متشارك فيها كل الأطراف، مش الاستشارة الفايتة اللي كانت منقوصة من أهم الفاعلين.